وثقت فيه أكتر من نفسي، وكان هيوديني السجن. عمري ما تخيلت إن أكتر حد أمان في حياتي يكون هو السبب إني أقف قدام باب اسم الشرطة متكتفة. أنا اسمي سلمى، 24 سنة، شغالة في شركة استيراد صغيرة. كنت شاطرة في شغلي، ومديري معتمد عليا في كل حاجة. أكتر حد كنت قريبة منه في الشغل كان زميلي كريم. كنا بنقعد سوا نشتغل سوا، وهو دايما يقولي انتي أكتر حد بثق فيه هنا، وأنا صدقته. في يوم الشركة استلمت مبلغ كبير كاش عشان صفقة مهمة. المدير حط الفلوس في الخزنة، والمفروض أنا وكريم بس اللي معانا المفاتيح الاحتياطية. تاني يوم الصبح الفلوس اختفت، الدنيا اتقلبت. المدير استدعانا إحنا الاتنين. الكاميرات عطلانة من يومين، المفاتيح مفيش غيرنا إحنا الاتنين. كريم كان هادي بشكل غريب، وأنا كنت مرعوبة. بعد ساعتين تحقيق داخلي المدير بصلي وقال انتي كنتي آخر واحدة خرجتي امبارح. حسيت الأرض بتتهز تحتي. كريم هز راسه وقال أنا خرجت بدري وهي قالت لي هتقفل. بصيت له مصدومة. انت بتقول ايه؟ احنا خرجنا سوا. قال بمنتهى البرود لأ، انتي رجعتي تاني. الموضوع وصل للشرطة. اتخذت على القسم، قعدوني قدام ضابط بيسألني أسئلة تخليك تشك في نفسك. كنت هتتحبس رسمياً على ذمة التحقيق. وأنا قاعدة هناك افتكرت حاجة صغيرة قوي. قبل ما نمشي اليوم اللي قبله، كريم طلب مني أبعتهوله كود الخزنة عشان لو احتاج حاجة مهمة. أنا رفضت وقتها، بس بعدها بساعة بعتلي وقال إن المدير طلبه، وأنا صدقته وبعتله صورة من الكود من غير ما أخد بالي. وريته الضابط الرسالة، جابوا موبايله. في الأول أنكر، بس لما ضغطوا عليه اعترف. كان غرقان في ديون قمار ومخطط يسرق الفلوس ويلبسها ليا عشان أنا أضعف حلقة ومليش ظهر في الشركة. اتقبض عليه، وأنا خرجت بس بوش تاني. رجعت الشركة بعدها بأسبوع. المدير اعتذر ليا قدام الكل، بس أكتر حاجة وجعتني مش الاتهام، إن الشخص اللي كنت بثق فيه أكتر من نفسي كان مستعد يضيع مستقبلي عشان ينقذ نفسه. من يومها اتعلمت درس واحد: مش كل حد بيقولك أنا جنبك يبقى فعلا واقف في صفك.